أهلا بيكم في خربشة فنية جديدة. تعالوا نتعرف على قصة أغنية على قد الشوق، واللي اتولدت بسبب قصة حب فاشلة. الأغنية غناها عبد الحليم حافظ في بدايته الفنية، وكانت كلمة السر اللي فتحت أبواب الشهرة للعندليب. حكى العندليب في حوار نادر إزاي اتولدت الأغنية، واللي كان سببها قصة حب فاشلة لصديقه كمال الطويل، واللي كان بيحب واحدة من جميلات اسكندرية. وبيحكي العندليب وبيقول إنه كان بيكلموا عن جمالها وحبه ليها وهم قاعدين على شط اسكندرية، وكان بيدندن لحن حزين. وفجأة ظهرت قدامه البنت اللي بيحبها، واتعلقت عينيه بيها وهو بيقول على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. لكن الجميل ما ردش ولا التفت، وزعل جدا كمال الطويل وتأثر لدرجة إنه بكى. وتاني يوم قال له العندليب إن الجملة واللحن هيكونوا أغنية جميلة، ووعده الطويل إنه يكمل اللحن. ومرت الأيام والشهور وكمال الطويل ما كملش اللحن، واتحرج عبد الحليم حافظ إنه يطلب من كمال الطويل تكملة اللحن علشان ما يفكروش بحبه الضائع. وفي يوم اجتمع عبد الحليم حافظ وصديقه كمال الطويل في منزل الموسيقار محمد عبد الوهاب، واتكلموا عن الإلهام والصدف واللي بتخلق الأغاني. وافتكر كمال الطويل اللحن ودندنوا وكملوا على العود، وعجب الحاضرين، وتمت الأغنية وغناها عبد الحليم حافظ، وكانت واحدة من أنجح أغانيه. خلصت خربشتنا، استنوني في حلقة جديدة وحكاية جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.